تقول لي سيدنا ممكن مثال؟ تفضلوا. هذا تفصيل الشريعة، هاي المجموعة الدورة المنعزة، ها أخيرا طبعت بعد للشيخ اللنكراني مولانا، يأتي في المجلد 23 في كتاب الطلاق والمواريث. هناك في الصفحة أعزائي، في الصفحة في مجلد 23 في الصفحة 363، وهو المسألة التي ذكرها صاحب العروة، يقول: يرث الزوج من جميع تركة زوجته من منقول وغيره، وترث الزوجة من المنقولات مطلقا، ولا ترث من الأراضي مطلقا، لا عينا ولا قيمة ولا إلى غير ذلك. اللي هو يقول هذه هي المسألة المعروفة، وهي معركة الآراء، ولنبسط الكلام فيها فنقول: ومن الله أستمد لإراءة طريق الصواب، فإنه من المزال ومن المسائل التي هي من عموم الابتلاء بيني وبين الله. الآن توجد مسألة أكثر ابتلاء من هذه المسألة. جيد مولانا. ينقل مولانا الروايات الواردة ويقول: التفت أعزائي، ويقول في المسألة أقوال 4 أعزائي. القول الأول، القول الثاني، أقوال 4. الأول حرمان الزوجة، الثاني ما حكي، الثالث كذا، في صفحة 471 و72 إلى أن يقول: التفت جيد: وكيف كان فالمتحصل من الروايات مع الخصوصيتين أنه، التفت إلى العبارة، أنه لا إشكال في كون الحكم بالحرمان، حرمان الزوجة ممن؟ من الأرض، إما قيمة عينا وقيمة، أو عينا لا قيمة، أو إلى غير ذلك. ولا إشكال في كون الحكم بالحرمان مخالفا للقاعدة المستفادة من الكتاب العزيز. ولكن فقهاء الإمامية ساروا باتجاه الرواية وباتجاه القرآن العزيز. باتجاه